القشطة اللي لازم تكون في كل علبة من علب حلاوة المولد، القشطة اللي كلنا بنحبها وبنموت فيها كمان. يلا بينا نشوف سر تصنيع القشطة زي المصانع، وكمان هتعمليها أحلى وزي ما بتحبيها. وإزاي هقولك لو أول مرة تعمليها تبقى ناجحة معاكي، وكمان لو باظت منك تقلت أو خفت معاكي هقولك إزاي تعالجيها وتحليها كمان. يلا بينا، كل سنة وانتم طيبين. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. هنا طبعا هنستخدم سكر أبيض، لازم يكون أبيض عشان تطلع معانا قشطة بيضة زي ما بنحبها. الكوباية هنا لا إما نبقى عارفين ميزانها قد إيه، زي دي ربع كيلو، أو تكون مقاس واحد زي ما احنا شايفين مع بعض كده، تكون نفس المعيار، نفس معيار السكر، نفس الكوباية اللي هنعير بيها هي اللي هنعير بيها المية. هنا هقول لكم بالجرامات وهقول لكم بالكوباية. حطينا ربع كيلو سكر، هنحط عليه 100 جرام مية أو 110 لو انت عايزاها خفيفة سنة. هنا كمان أنا لو حطيت بالكوباية يبقى كوباية سكر نصها مية ناقص معلقتين. هنا بقى لازم نمشي على الخطوات زي ما احنا شايفين مع بعض بالظبط. نبدأ هنا ندوب في السكر شوية بالشكل ده، وندوبه على قد ما نقدر، ونبدأ إن احنا نحط عليه معلقة عسل كلوكوز. لو العسل الكلوكوز سايح معانا ونطلعها بره التلاجة تحطي 3 معالق. لو هو في التلاجة لسه خارج من التلاجة زي ما أنا طلعته كده، هنحط معلقة كبيرة مليانة زي ما احنا شايفين بالشكل ده، وعلى طول هناخدهم على النار. وهبدأ هنا بقى أوطي عليهم علشان ما يغليش، عشان لازم أبقى متابعاه لغاية ما أجهز الجيلاتين. حطيت معلقتين كبار من بتوع الأكل جيلاتين زي ما احنا شايفين كده، وثلاث معالق مية. وبالجرامات هنحط تقريبا 65 جرام جيلاتين و35 جرام مية. وابدأ بقى خلاص اركنهم على جنب واشوف اللي على النار بقى وابدأ اعلي عليه. طبعا انا كنت موطية النار عليهم علشان العسل الجلوكوز يبدأ يفك معايا، واستغل وقت واجهز الجيلاتين. لو هو عسل الجلوكوز بره التلاجة معاكي تقدري تحطي المقدار اللي احنا قلنا عليه وتبدأي تعملي الجيلاتين، وبعد كده بقى ايه، تحطيهم كلهم على النار عشان تفضلي تقلبي بالشكل ده وما تسيبوهوش وتنشي. لازم تقفي قدامه تقلبي وتحاولي الجوانب ما يبقاش عليها سكر عشان ما يتحرقش معانا من الجوانب، وكمان العسل بتاعنا ما يسكرش معانا. زي ما احنا شايفين كده بالسباتولا، وعلى طول الجوانب كلها ننزلها، وبالمضرب كده خلاص هيبدأ كل بقى السكر وعسل الجلوكوز هيبدأ يسيح معانا. طب احنا لو ما عندناش عسل جلوكوز نقدر نحط معلقتين عسل نحل زي ما انتوا حابين، او تحطوا ليمون لو ما فيش عسل نحل كمان. يبقى كده انا قلتلك على البدايل معانا، وهي على النار كمان لسه ما سخنتش برضو قوي. هبدأ على السريع كده ابدأ اغلف العلب بتاعتنا بزيت وبكيس، ونحط له زيت تاني، ونرش بقى جوز هند زبيب فروتي اللي انت حباه. شفتوا انا هنا موطيه عليها زي ما انتوا شايفين كده لانها لسه ما غليتش. هتبدأ بقى تغلي معانا العسل والسكر، ونسبة المية زي ما قلنا التزموا بيها عشان ما تبقاش خفيفة معاكم. وهنا بقى هاقول لكم لو هي جات خفيفة معاكم وأنتِ بقى جيتِ زوّدتِ نسبة المَيّة تعملي إيه. هنا تبدئي تزوّدي الجيلاتين، يعني بدل معلقتين جيلاتين تحطي معلقة كمان يبقوا 3. والجيلاتين تجيبيه نباتي وتسألي عليه إن هو جيلاتين نباتي، نبعد عن الجيلاتين الحيواني على قد ما نقدر عشان نبقى في الأمان. والوقت كله بتاع العسل اللي بنعمل بيه القشطة بيكون كله 5 دقايق تقريبا، يعني من أول ما أوطي عليها لغاية ما تغلي. طب لو أنا اشتغلت على طول والعسل الجلوكوز كان سايح معانا ودرجة حرارة المطبخ، يبقى هتاخد 3 دقايق بالظبط علشان العسل يبقى مظبوط معاكي. لو حابة تقيسي درجة حرارة العسل بالترمومتر، لو عندك ترمومتر يبقى 117 درجة، دي الدرجة المناسبة ليه. وزي ما شفنا كده خلاص نبدأ بقى وهو سخن، لازم وهو سخن نحط الجيلاتين في البولة اللي احنا هنعمل فيها القشطة، وينزل العسل وهو سخن زي ما احنا شايفين كده، يفور على الجيلاتين ويبقى سخن خالص عليه. طبعا احنا هنعمل القشطة بتاعتنا في طبق استانلس، طبق ازاز، اي بولة عندك ازاز مفيش مشكلة تستحمل معانا، لكن ما ينفعش نعملها في ألمونيوم علشان الرصاص ما يطلعش معانا واحنا بنضرب وبنشتغل فيها. امشي بس على المقادير مظبوط زي ما انا قلتها كده وهتطلع معاكي ناجحة من اول مرة، احلى قشطة ممكن تاكليها وهتبقى من ايديكي كمان.
يلا بينا بقى، لو انت لسه ما اشتركتيش او عملت لايك على الفيديو، يلا بسرعة اعملي شير ولايك واشتركي في القناة لو لسه ما اشتركتيش. هنا مدة الضرب مش هتكمل معانا 5 دقايق زي ما قلنا، نفس المقادير بالظبط ونفس الطريقة، هتبقى سهلة جدا معاكي. انا قلت لكم لو كانت هي خفيفة معاكم تحلوها ازاي. يلا بينا بقى نعرف لو كانت تقيلة طب هنعمل فيها ايه بقى. احنا حطينا جيلاتين كتير او تقلنا العسل قوي وتقيله معانا، نعمل ايه؟ هنزود ميه، بس هنزودها ميه سخنه، ميه بتغلي كده من غير اي حاجه، ونزود سنه بسنه لغايه ما توصلي للقوام اللي انت عايزاه مظبوط. مشينا على المقادير بالظبط وضربنا بالمضرب 5 دقايق بس طلعت بالشكل ده. هتبقى زي الكريمه التقيله، زي كريم شانتيه تقيل بالظبط زي ما احنا شايفين كده. هيبقى بيلف في المضرب بالشكل ده. هبدأ أعمل بيه خطوط، هتبقى الخطوط نازلة انسيابية وتقيلة، وفي نفس الوقت ما بتختفيش غير بعد فترة، مش بتختفي معاكي في نفس الوقت اللي بتنزل منها من المضرب، بتستنى كده أقل من دقيقة وتبدأ تختفي معانا بالشكل ده، انسيابية ونازلة في نفس الوقت تقيلة. أهي مش هتختفي معانا، شوية كده هتلاقيها بدأت إيه، العلامات تختفي معانا. هننزل بيها في الطبق اللي احنا مجهزينه، اللي بالزبيب زي ما قلنا، بالفروتي، بجوز الهند، ونغلفها بالشكل ده. انا هنا عملت الكمية دي بكوباية سكر، عملت الكمية دي على طبقين بالشكل اللي احنا شايفينه ده، كمية مرضية جدا وناجحة جدا معانا. الاسباتولا اللي هتنزلي بيها تمسحيها بزيت زي ما هنعمل بالظبط مع السكينة اللي هنقطع بيها، برضو هنمسحها بزيت. ونبدأ بقى ان احنا نغطي السطح بتاعها بجوز هند ونركنها بره التلاجة. مفيش مشكلة خالص، مش لازم في التلاجة، بل بالعكس الأحسن بره التلاجة، تاخد درجة حرارة الغرفة عادي خالص. برضو ما تحطهاش في المطبخ عشان ما تسيحش معاكي، عشان الحرارة معانا. هتبقى بالشكل ده كده، وتبدأي تسويها وتغطيها بجوز الهند وتركنيها. وهنا الاطباق بتاعتنا، هنا البولة ديت كانت كبيرة شوية عالية قوي، فانا نقلتها في بولة تكون طويلة شوية عشان الارتفاع بتاعها يبقى مناسب زي ما انا حابة. وكل واحد بقى زي ما بيحبها يقدر يختار البولة ويعملها زي ما هو بيحبها. كمان هنا احنا عملناها بطريقة جميلة جدا، وطعمها فعلا والله اللي يدوقها يفتكرها معمولة بلبن. كتير مننا بيفتكر القشطة بتتعمل بلبن، لا، هي القشطة زي ما شفنا مقاديرها كده سهلة جدا، وما بتتعملش بلبن ولا حاجة، ولا حتى لبن بودرة ولا أي حاجة. شايفين بقى فلافلي قد إيه جميلة معانا وسفنجية، وطعمها ممتاز معاكم وهيعجبكم. هنبدأ نقلبها زي ما احنا شايفين كده، ونخرطها المقاسات اللي احنا حابينها. زي ما قلت لكم السكينة هنمسحها مسحة زيت علشان ما تمسكش في السكينة واحنا بنقطعها. ايه رأيكم بقى؟ انا عايزة لايكات كتيرة قوي، وتستنوا مني ان شاء الله الفولية والحمصية هنزل بيها قريب، فاشتراك في القناة وتفعيل الجرس علشان لما انزل لكم بالوصفات هيجيلكم اشعار بيها وتشوفوا الفيديو على الوصفة على طول. زي ما احنا شايفين كده انا اخترت ان انا اقسمها هنا، يعني شايفين الطبق الصغير ده عملت منه 5 قطع، والخمسة ورديين جدا، يعني مش القطعة مش صغيرة ولا حاجة زي اللي بنجيبها في علبة المولد، واكتر كمان منها، اكبر منها كمان، وهتشوفوا الفرق واعملوها وجربوها. شايفين بقى هي قد ايه جميلة معانا زي اللي بنجيبها بقى ولا لأ؟ واحلى كمان عاملاها على ايديكي، واوفر كمان طبعا. احنا عارفين الاسعار دلوقتي بقت عاملة ازاي، ليه بقى ما نعملهاش في البيت لما تكون مقاديرها بسيطة جدا وطريقتها سهلة بالشكل اللي احنا شفناه ده، وما بتاخدش وقت خالص، يعني 10 دقايق هتعملي أحلى قشطة من إيديكي الحلوة. طبعا أنا ما حطيتش طبق فيه جوز هند بقطع فيه علشان مكان السكينة زي ما احنا شايفين كده، لا، أنا كنت مغلفاها كويس قوي، واللي بينزل مني بقى من على الوش لأن هي بتاخد كفايتها من على الوش، اللي بينزل في التقطيع زي كده بقى ببدأ أخده للجوانب. وادي كمان القطعة التانية معانا اهو بتطلع من الكيس بكل سهولة. عايزة تساوي الجوانب مفيش أي مشكلة، انت وراحتك. وبكده تعملي أحلى قشطة بمقادير بسيطة ولذيذة وسهلة، وكمان هتنجح معاك. شايفين بقى قد ايه هي معانا طرية خالص بالشكل ده، وبتمط زي ما احنا بنحبها، جميلة معانا قد ايه. القشطة طريقتها سهلة قوي، يلا على طول قومي اعمليها بمقاديرها بسيطة كمان، لذيذة وسهلة. منى عبد الحميد، أتمنى إن انتوا تجربوها، وكل سنة وانتم طيبين، والسلام عليكم ورحمة الله.